ايوه زي ما انت قرأت دلوقتي، ما تفهمهاش غلط. حب الخير لغيرك. والنهارده هتكلم عن موضوع او قصة حصلت قدامي، لازم ناخد منها عبرة. وموضوع شيق جدا ومهم جدا، ولازم تسمع الموضوع للاخر عشان تفهم انا ممكن العبرة هتكون في ايه بالظبط. فيلا بينا نبدأ في الفيديو النهارده. زي ما قلت لك ما تفهمهاش غلط، وحب الخير لغيرك، وما تسوءش الظن في اصحابك. يلا بينا. قصة النهارده او المثال بيوضح مفهوم خاطئ كتير مننا فاهم الموضوع غلط. فمثال النهارده لازما اوضحه، ولازما او اتمنى كلنا نفهم الموضوع صح عشان ما تظلمش نفسك، ما تظلمش اصحابك معاك. خليني اقول المثال، والمثال هو مثال واقعي، ومثال اكيد بيحصل مع ناس كتير مننا. فاحكي لك القصة او احكي لك المثال اللي حصل. خلينا مثلا نقول خليني مثلا اقول لك قصه تانية هيوضح لك الموضوع اكتر، وهتفهم منه اللغز من فيديو النهارده او القصه او الحاجه اللي انا عايز اوصلها. مثلا في 3 اصدقاء صحاب. 3 اصحاب دول خلينا نقول مثلا صحاب 3 صوتهم او عندهم موهبه القران الكريم، صوتهم كويس يعني في القران الكريم وهكذا. فمثلا هم مترتبين ترتيب مثلا الاول والثاني والثالث. الاول مثلا ده مثلا صوته كويس واتقان وبيتقن كويس وتمام جدا، يعني اعلى واحد فيهم. التاني ده المتوسط فيهم، مثلا ده صوته كويس بس الاتقان مش احسن حاجه. مثلا خلينا نقول التالت ده اتقان كويس بس الصوت مش احسن حاجه وعنده شويه نواقص او هكذا يعني، بس التلاته عامه كويسين مثلا في قراءه القران الكريم. فمثلا التلاتة ما عندهمش شجاعة ان هم يسجلوا او يسجلوا صوتهم ويسجلوا قراءتهم وينزلوها مثلا على النت او يشاركوها تيك توك يوتيوب او هكذا. ما عندهمش شجاعة ان هم يفتحوا الكاميرا ويصوروا. فالمتوسط ده جات له في يوم الجرأة والشجاعة ان هو بدأ يسجل القرآن وينزل على تيك توك. فكان بمثابة شعلة لأصدقائه الاثنين التانيين او أصدقائه عامة. فبعد ما بدأ تسجيل القرآن وتسجيل وبدأ الفيديوهات تتشاف وهكذا، الأول والاثنين التانيين صحابه التانيين بدأوا يسجلوا زيه. فهو داخليا بيظن ظن سيء جدا وبيفكر تفكير سيء جدا، وده مفهوم خاطئ أتمنى يتعدل عند كتير مننا. ألا وهو بيبدأ يبص لهم كده، هو بيسجل لاني شايف ان انا هبقى كويس او ناجح، فحب يبقى ناجح اكتر مني. هو بيسجل غار مني. هو بيسجل لاني مش عايزني ابقى احسن منه. هو بيسجل عشان كذا وكذا. لا والله يا صديقي، كل ما في الموضوع انت كنت بس بمثابة الشعلة او انطلاقتهم، وبالذات مثلا خصوصا لما واحد منهم الاثنين التانيين يتميز اكتر منه، او مثلا نقول ربنا يكرمه اكتر منه ويتشاف اكتر منه، يبدا يغير جدا من صاحبه. انا اللي بدات وانا اللي اول واحد نزلت. لا والله، انت لو خدت الموضوع من اتجاه تاني ونظرت للموضوع من اتجاه تاني تماما هتفهم ان انت فعلا ظالمهم. انت كل ما في الموضوع انت كنت بمثابه شعله لاصدقائك التانيين، او بمثابه تحفيزه او زقه بس زقتهم لقدام، وهم عندهم الموهبه، هم عندهم القرار وكل حاجه، ولكن انت بس شجعتهم. فاتمنى لهم الخير. ما تفهمش اصدقاء غلط، ما تظنش ظن سيء. وخليني اقول لك اكيد حديث وفي حاجات كتيره عن الموضوع ده. خليني اقول لك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الجزئيه دي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. الحديث ده مش مجرد كلام، الحديث ده مقياس حقيقي لإيمانك. والشعور اللي المفروض تحسه لما صاحبك ينجح مش الحقد والغيرة، لا بالعكس، الفرح. لأن النجاح ده مش عبارة عن مثلا يعني مثلا خليني أقول لك النجاح ده مش عبارة، كان في حد قالها مرة، النجاح ده مش عبارة عن قطعة كيكة أو قطعة تورتة مثلا، إن لو صديقك خد منها جزء أنت نصيبك هيقل أو هكذا. لا بالعكس والله، نجاح صديقك ده ممكن يكون تطور او يخليك شعلة، زي ما احنا قلنا في القصة الاول. مثلا لما صديق الاول بدأ كانت شعلة لصديقه الثاني ان هو يبدأ او بمثابة تحفيز ليه او زقة ليه. خليني اقول لك جملة او اقتباس انجليزي برضو للموضوع ده. هو الجملة بتقول:
we are products of our past but we don't have to be prisoners of it. المفكر العظيم جدا او الكاتب ده عايز يوصلك من الجملة اني لو انت حرفيا بتبص لنجاح غيرك على انه تهديد ليك، للأسف انت محبوس جوه تفكيرك الغلط. النجاح الجماعي بيعمل بيئة إيجابية بتخليك ممكن تكون انت اللي عليك الدور انك تنجح، وبالتالي لازم تبص لنجاح صاحبك على انه خير وتبص له بفرحة وتنظر نظرة إيجابية. ان شاء الله انا هكون زيه في يوم من الأيام وهطور نفسي. فبالتالي موضوع النهارده مهم جدا، ونفسي او اتمنى ان احنا حرفيا كلنا جميعا نستفيد من القصه دي. وما تنساش تقول لي رايك. حرفيا السيناريو القصه ده انا مألفه من دماغي وبحاول ان اعمل فيديو كويس. وما تنساش تقول لي اتكلم عن ايه في التعليقات عن الفيديو في الفيديو الجاي. وما تنساش تشترك في القناه لاني هنقدم حاجات كويسه جدا مع بعض، واتمنى اكون قدرت افيدك. سلام، انتظر الفيديو القادم.